فجر يوم الجمعة. واخيرا يوم جمعه جديد، بس الجمعه دي مختلفه عن اي جمعه عدت عليا قبل كده، علشان احنا كملنا ال 500 الف يا جماعه على الانستجرام، وكمان كملنا ال 600 الف على التيك توك. فبصراحه الفرحه النهارده فرحتين بالنسبه لي، عشان بجد عيلتنا بتكبر. اسمحوا لي استغل الفلوج ده في ان انا اطلع اعبر لكم على قد ايه انا بحبكم وبحب دعمكم ليا، وبحب كل الكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه لي. بجد انا بحبكم جدا. وبما ان عيلتنا كبرت، فاسمحوا لي استغل الفلوج ده واعرفكم على نفسي شويه، او بمعنى اصح ارد على الاسئله اللي سايره في دوركم، زي انت عايشه لوحدك ولا لا. والآن مع المفاجأة الكبرى، والإجابة هي لا يا جماعة، أنا مش عايشة لوحدي، وعايشة مع أهلي عادي، وعايشة مع بابا وإخواتي. فمش عارفة بصراحة جبتوا منين إن أنا عايشة لوحدي دي. ولو مستنتجين إن أنا عايشة لوحدي عشان مش بظهر مع حد من أهلي في الفيديوهات بتاعتي، فالطبيعي يا جماعة إن أنا أهلي مش المحتوى بتاعي عشان أطلعهم في فيديوهاتي، وأنا بس اللي بعمل محتوى. فأظن أنا كفاية عليكم. هنيجي لتاني أكتر سؤال بتسأله، هو مامتك فين؟ ومش هكون ببالغ لو قلت لكم إن ده أكتر سؤال حرفيا بيضايقني، ولما بشوفه بحس إن أنا اتخنقت كده. وبجد يعني ببقى عارفه ان اللي قدامي مش عارف اكيد ان انا مامتي متوفيه، بس بجد شكل السؤال نفسه بيضايقني. فعامه انا مامتي متوفيه من وانا عندي 19 سنه، وانا حاليا 25 سنه. فما تنسوش تدعوا لامي بالرحمه. واظن دي برضو هتكون اجابه ثالث سؤال، اللي هو ليه بتنظفي كل حاجه في البيت لوحدك ومفيش حد بيساعدك؟ عشان انا البنت الوحيده في البيت، فانا المسؤوله عن كل حاجه في البيت، سواء تنظيف او غسيل او اكل او شرب، اي حاجه انا المسؤوله عنها. وهنيجي لاخر سؤال، وهو هو انت متجوزه؟ فلا يا جماعه، انا مش متجوزه ولا مخطوبه، انا لسه قاعده في بيت بابا عادي. دي اضافه من عندي، وهو انا خريجه كليه اعلام يا جماعه، وكنت بعمل ماجستير في جامعه القاهره في كليه اعلام برضو، عشان لو فضولكم اخدكم وتعرفوا انا كنت خريجه كليه ايه. فاظن انا كده جاوبت على كل الاسئله تقريبا اللي انتوا كنتوا بتسالوها لي. ولو في اي اسئله تانية عايزين تعرفوها اكتبوا لي في الكومنتس، وانا هجمعها واحاول ان انا اجاوب عليها في فيديو زي ده. واخيرا والمره المليون احب اقول لكم ان انا بجد بحبكم يا جماعه، وان انتوا بجد عيلتي التانية، مش مجرد فولورز عندي وخلاص.